البشوات الثلاثة: مذابح ومجاعة وخسائر بالكوم. بعد عزل السلطان عبد الحميد الثاني وتعيين أخوه محمد رشاد، بقى اللي مسيطر على الحكم في الدولة العثمانية هو حزب الاتحاد والترقي، واللي كانوا مجموعة ضباط وسياسيين شباب عايزين يعملوا إصلاحات في البلد، لكن مع الوقت اتحولوا لطامعين في السلطة. ومن التنظيم ده طلع 3 مسكوا مفاصل الدولة، وهم طلعت باشا الصدر الأعظم، وأنور باشا وزير الحربية وقائد الجيش العثماني، وجمال باشا حاكم الشام والأسطول وقائد الجيش الرابع. وال3 دول خلوا السلطان محمد رشاد حاكم سوري، وبقى هم اللي بيحكموا البلاد بشكل فعلي. وساعتها خدوا القرار انهم يدخلوا الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى علشان يستردوا الأراضي اللي ضاعت من الدولة العثمانية قبل الحرب. وكان أنور باشا متحمس جدا انه يتحالف مع ألمانيا، لكن الدولة ما كانتش جاهزة للحرب دي، لا عندها اقتصاد قوي يقدر انه يصرف على الجيش، ولا الجيش نفسه كان جاهز. وبرغم كل التحذيرات اللي جات لهم انهم ما يدخلوش الحرب دي، الا انهم اصروا على رأيهم وما سمعوش لحد. كل ده كان من غير اذن السلطان ولا موافقته. وال3 ما كانش فيهم واحد عادل. طلعت باشا نهج سياسة قمعية وخصوصا ضد الأرمن، وكان ليه دور كبير في تهجيرهم، وعلى ايده حصلت مذابح الأرمن واللي شوهت صورة الدولة العثمانية في أوروبا. وجمال باشا اللي كان معروف بجبروته أعدم قيادات عربية في بيروت ودمشق، وتصدى لأي صوت ينادي بالحرية. وأما أنور باشا وزير الحربية فده ضيع جيش ضخم في التلج في القوقاز، فكان السبب في خسارة أكتر من 100,000 جندي في التلج في القوقاز، واللي هي معركة ساري قميش اللي لسه متكلمين عليها من شوية. وبعد الحرب زي ما قلنا حاول انه يتحجج بخيانة الأرمن، ده غير الحروب اللي دخلوها وما كسبوش منها أي حاجة، بالعكس ده غرقوا الدولة بيها أكتر، زي حملة القوقاز وحملة جالوبلي ومحاولة احتلال قناة السويس، ده غير انهم اتسببوا في مجاعة الشام. البشوات ال3 عملوا كوارث كتير اتسببت في تعجيل سقوط الدولة العثمانية، واللي كان هيحصل كده. لكن أسوأ حاجة عملها البشوات ال3 كانت مجاعة الشام، والقصة دي من القصص المنسية في التاريخ، وإن شاء الله نعمل فيديو عنها قريب. في الوقت ده كانت فرنسا وبريطانيا عملوا حصار على سواحل الشام، ومنعوا دخول أي مواد غذائية كنوع من الضغط على الجيش العثماني. لكن المشكلة دي وبرغم إنها كبيرة بس كان حلها بسيط، إن جمال باشا يتابع بنفسه عملية توزيع الغلال اللي موجودة في الشام لحد ما الأزمة تعدي والحصار يتفك، وبعدها يبقى يتصرف ويجيب غلال من مصر أو من السودان. لكن جمال باشا جمع كل الغلال اللي كانت موجودة في الشام في الوقت ده علشان يزود بيها الجيش بتاعه، وساب الشعب من غير أي محاصيل. وبتحكي بعض المصادر التاريخية ان التجار حاولوا يستغلوا الأزمة ويرفعوا الأسعار على الشعب، لكن جمال باشا ما عملش حاجة، بل ان في بعض المصادر بتقول ان جمال باشا كان بياخد من التجار دول هدايا، ولان الله لا يصلح عمل المفسدين، كل اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني، علشان تهاجم في الوقت ده أسراب الجراد محاصيل المزارعين الشاميين وتقضي على كل